سلام مشاهدينا أوفياء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم ياسمينة. جبت لكم اليوم وصفة اللي زوينة بزاف، اللي هي مسمنات او رغيفات بشكل جديد ومذاق رائع. نتمنى تجربوه وينالوا الاعجاب ديالكم. فهما كيجيو سهلين، وطريقة الطهي ديالهم فهي سهلة. يمكن لك ديري جميع الكمية اللي عندك في مقيلة وحدة وكتسالي دغيا. ما تبخلوش يديا بالاشتراك ديالكم بلي جيم والبارطاج، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات كنحتاجو 3 الكيسان ديال طحين الفرص. درت دابا الزلافه الاولى او الكاس الاول، غادي نزيد الكاس الثاني، ودابا غادي نزيد الكاس الثالث. غادي نزيدو شويه ديال الملحه على حسب الذوق، ومن بعد غادي نزيدو كاس ديال الماء ونشوف الا خاصني الماء نزيد. وغادي نبدا نخلط المكونات ديالي على هذا الشكل هذا. غادي نجمع العجينه ديالي مزيان على هذه الطريقه هذه ديالي. فهاد العجينه هذه ما كتحتاج تدليك بزاف، فقط نجمعوا العجينه ديالنا مزيان. العجينه ديالي خاصها شويه الماء. غادي نزيد نصف كأس فهو كافي لجمع العجين فقط، ونكمل. هاي العجينه ديالي بعد ما جمعتها تجي على هذا الشكل، فهي خدات ليا كاس ونص ديال الماء كيف ما قلت لكم في الاول، كاس ونص. دابا غادي نحط العجينه ديالي فوق سطح العمل، وغادي ندلكها شي شويه باش تجمع ليا فقط على هذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ كيس بلاستيكي او لا سلوفان ونحط فيه العجينه ديالي ونخليها ترتاح. من بعد ما عملت الكيس بلاستيكي العجينه ديالي غادي نخليها ترتاح لمده نصف ساعه ولا ساعه، شحال ما بغيتو يمكن لكم تخليوها. فهاد الطريقه هذه زوينه بزاف. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه ديالنا. عندنا بصيله مشلطه طريفات صغيورين، غادي نديروها تشحر مع شويه زويته بليه. من بعد ما تبدا تشحر ليا غادي نزيد شامبينيون اي الفطر، غادي نخليهم يتشحروا ليا مزيان. من بعد غادي نزيد الكفته ديالي. يمكن لكم تستعملوا اي كفته عندكم، ديال بيبي ديال الدجاج اللي عندكم يمكن لكم تستعملوها. يمكن لكم تستعملوا الطون، اي فالحشوه كتبقى اختياريه. غادي نخلي الكفته ديالي تشحر ليا مزيان كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نزيد معلقه ديال الهريسه، وغادي نزيد العطريه ديالي، شويه الملح، شويه الابزار، شويه الخرقوم، وشويه ديال التحميره، وشويه الكمون. غادي نزيد شويه الملحه كما قلت لكم، ونخلي المكونات ديالي تشحر مزيان كما كتشوفوا. فهاد الحشوه هذه كتجي لذيذه بزاف. يمكن لكم تزيدوا فيها شويه دامه البنه. دابا من بعد ما تشحرت ليا الحشوه ديالي غادي نزيد فيها 2 فرماجات ونخليها تبرد ليا مزيان. من بعد نبدا نطلق العجينه ديالي اللي كانت عجنتها من قبل وخليتها ترتاح ليا شويه. غادي ناخذها وناخذ شويه ديال الزيت، غادي ندهن به يدي بحال هكا، ومن بعد غادي نبدا نشكل كويرات.
على هذا الشكل هذا. هاد الكميه هذه كتعطينا 7 ديال البسيمات. ودابا غادي نبداو نطلقوا في العجينه ديالنا. غادي ناخذوا شويه ديال الزيت، الا بغيتو تخليوهم يرتاحوا شويه خلوهم، الا ما بغيتوش يمكن لكم تبداو تورقوا في العجينه ديالكم منين تديروهم بداو تورقوا، فهما دغيا كيطلقوا معكم. ملي كنطلقوا العجينه ديالنا نديروا الحشوه على هذا الشكل هذا، ونزيدوا شويه الجبن موتزاريلا على هذا الشكل، وغادي نطوي على هذا الشكل هذا. الا بغيتوهم طوال يمكن لكم ديروهم طوال شويه، الا بغيتوهم على هذا الشكل هذا فلكم الاختيار. غادي ناخذ العجينه الثانيه وغادي نوريكم مره اخرى كيفاش الطريقه. فقط على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ شويه الحشو وغادي نحطوه هنا في الوسط على هذا الشكل هذا. وغادي نزيدو شويه ديال الجبن موتزاريلا، وغادي نبدا نطوي الجوانب كما قلت لكم هكا. من بعد نزيدو الجانب الثاني، وغادي نزيد الجانب الثالث ونطوي. كيف ما كتشوفوا فهي دغيا كتطوى معايا وكتجي على هذا الشكل هذا. انا غادي نكمل العجينه اللي بقات لي ونرجع معكم باش نطيبوا الرغيفات ديالنا. البسيمنات ديالي بعد ما وجدوا كيجيو على هذا الشكل. دابا غادي ناخذوا مقله باش نطيبوا البسيمنات ديالنا، نحطوها فوق البوطه ونسخنوها مزيان، من بعد نبداو نطيبوا. من بعد ما سخنت لي المقله ديالي دابا غادي نبدا نستف المسيمنات ديالي على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا راهو ما تيتخسروش ليكم وتتزينوا مع هذه. كميه كثيره بدون عذاب ودغيا كيطيبيهم في مره واحده، ما كتبقايش كل مره طيبي بوحده بوحده، فقد بقيله وحده كطيبي فيها جميع المسيمنات اللي حضرتي. فهي طريقه سهله وعمليه وبدون تعب. ما كتشوفوا هما المسيمنات ديالي
بداو تيطيبوا، وكيف ما كتشوفوا في الحشوه ما كتخرج، فهو كيجي زوين وسهل وعملي. تنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالو. دابا غادي نقلب الرغيفه ديالي ونشوفهم واش طابوا ولا ما. هما بداو كيطيبوا ليا، دابا قلبتهم على الجهه الثانيه. كما تشوفوا دابا وقفتهم باش يطيبوا ليا من الجناب. كما تشوفوا هما طابوا من تحت، دابا قلبتهم. فوالا البنات كما كتشوفوا كيجيو زوينين بزاف. انا غادي نقطعها ونوريها لكم. شفتوا كيجيو غزالين وكيجيو مرقين وخفاف. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. ولا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البسيمنات ديالنا. كيجيو على هذا الشكل، الشكل زوين وراقي، وما الاهم شيء تيطيبوا لنا بدقه وحده وما تيخسروش لينا. تنتمنى تجربوا الوصفه البنات وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه اللي مازال ما شاركش القناه ديالي يشارك ويضغط على جيم وعلى ابوني وعلى الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي، ودعموني بالبارطاج. ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتلاقاو في وصفه ثانيه ان شاء الله. كانت معكم ام ياسمينه، اتمنى تكونوا كلكم بصحه جيده. شكرا والى اللقاء.